مرحبا بكم وسهلا كاملين. هذا البث معدل مناسبة هذه الفضيحة اللي هزت العالم، اللي عاد باغي ينهز. هذه قطعا أنا فضيحة، وطبعا هذه ما هي الفضيحة الأولى لمملكة الذل والعار. الفضيحة الأولى هو لا من فضيحة الفضيحة، الله لا يحكم عنه فأعظم، الله يزيده إن شاء الله. الفضيحة الأولى هي تصريح رئيس العلماء المسلمين للأسف الشديد، وكان تصريح غير موفق لأنه مارق عن الإنسانية ومارق عن الإسلام اللي ديننا الحنيف اللي يرشد بالتسامح والمودة والرحمة ما بين الشعوب، وهو يرشدهم على الهجوم بين الشعوب. الفضيحة الثانية وهي ملك المذلولين، يعني رئيسهم وقدوتهم سكران في شوارع فرنسا، وهذه ملي فضيحة شين الحقيقة. الفضيحة الثانية والله باطل هي ما هي الثالثة، لأن فم ياسر من الفضائح، واللي هي موضوعنا اليوم هي هذه الرشوة اللي انكشفت. ويقول المثل اللي متدرج بالأيام عريان، اللي متدرج بالأيام عريان للأسف الشديد عن هذه المؤامرات السرية، وهذه يعني صعوبة نيل استقلالنا. ما هو جاي على حق، وإنما جاي على الرشاوي تنعطى للاتحاد الأوروبي وتنعطى للدول المتعاونة مع هذا الاحتلال. والدليل على ذلك هذه الفضيحة اللي هزت حقيقة أوروبا، حقيقة فضيحة، لأن العدو المغربي يشتغل وينتر المتعاونين وينتر الناس، حتى الدول اللي استعرفت بالدولة الصحراوية وسحبت استعرافها. هذه مرشية، هذه مرشية. حينوخذ لكم بعد الفيديو لعل تعودوا معكم على اطلاع بالموضوع، واخذ لكم هاي الفضيحة. بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، الذي أكد انخراط 15 نائبا أوروبيا اعترف بعضهم بأنهم كانوا أطرافا من منظمة تستخدمها المخابرات في الرباط. القضية التي أثارت ضجة كبيرة في بروكسل أدت إلى اعتقال نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، حيث اعترف رفيقها فرانشيسكو جيورجي أمس الخميس للمحققين البلجيكيين أنه كان طرفا من منظمة يستخدمها المغرب لغرض التدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية. ووفقا لوثائق تمكنت صحيفة لوسوار البلجيكية والإيربوبليكا الإيطالية من الوصول إليها، فإن أنطونيو بانزيري وأندريا كوزولينو ومساعده فرانشيسكو جيورجي كانوا على اتصال بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق في المغرب، ومع عبد الرحيم عتمون سفير المغرب في بولندا، بالإضافة إلى 2 من عملاء المخابرات المغربية. المغرب والرشاوي والمؤامرات السرية اللي قايم بها ضد الشعب الصحراوي ما هو لهي في حفظه، لأنه حقيقة ما دمنا على حق لهي تظهر حقيقته. وهذا شوي من ياسر. هذه الفضيحة ضريك لو كانت انتصرت الحقيقة اللي هي الحقيقة، هذا مش لا شوي من ياسر دارق ومازال يظهر. أنا هون باقي نوجه رسالة للشعب الصحراوي أينما تواجد عن هذه الفضيحة، خاصة تزلزل وسائل التواصل، خاصة العالم كامل يعلم بها، وراهم هم يحاولوا يمروها مرور الكرام كيف اللي فات. هون الشعب الصحراوي لابد يشتغل، وخاصة جالياتنا في أوروبا تحركوا في الموضوع وظاهروه، وجمعوا مع الجمعيات والمنظمات والناس المتضامنة، وظهروا حقيقة هذا العدو المغربي. هذه الفضيحة ما خاصة تمر مرور الكرام، خاصكم تظاهروها، راهم هم يحاولوا عنهم يمروها وكأن شيء ما خلق. ابدأ هذه الفضيحة اللي خابطتهم في العالم كامل خاصة تظهر حقيقة. واللي هم يحاولوا دائما عنهم يعتموا عليها، يعتموا الإعلام ولا ينشروها فيه، ويحاولوا عنهم يمروها. غير الشعب الصحراوي من جالياتنا في أوروبا وممثليننا
ونشطائنا اللي هم لابد هذا الموضوع ما يمشي، لأنه موضوع حقيقة في صالحنا. هذا الموضوع في صالحنا، واللي سبب يعني منين نكشف بسبب مولي أمور خبيثة أمتن من ذا وأكبر حسب الأخبار اللي عندنا للأسف الشديد. معناها عنه اختلفوا على الماديات، اختلفوا على الدفع، اختلفوا، وبدأت تهد يعني بعضهم يهدد الثاني عنه اللي يقول الحقيقة، وفي النهاية انكشفت الحقيقة. هذه اللي كشفتهم، والله باطل. هذا اللي كشفهم هو رجل عشيق هذيك اللي عقبت صرحتهم واللي عاقب ذاك، وطرحت المبالغ اللي كانوا مرشيين بيها. يعني ها كامل مخنفس، هذا كامل مخنفس، وشي ما هو على مولانا ما يدوم ما يدرق، شي ما هو على مولانا ما يدرق. وهذا الشعب اللي عادله 50 سنة مسكنتوا لهذا الرشاوي. أي دولة جات تتضامن مع الشعب الصحراوي يتقابضوا معها يرشوها. والبرلمان الأوروبي الله لا يفضحنا، يلا تمولي الشعب الصحراوي. وهاي نقطة مولي مهمة، يطالب محاكمة أبطال هذه الفضيحة. هم ما هم أبطال، هم فاشلين. هذه القضية لابد نطالبوا نحن كصحراويين كاملين، نطالبوا محاكمة المشاركين في هذه الجريمة. هي تعتبر جريمة، لابد نطالبوا محاكمتهم كاملين. ما تمشي يعني كان شي ما خلق. ويا الصحراويين هذا راه انتصار لكم، لا تمشوه. هذا راه انتصار لكم كاملين مولي يا الصحراويين. هذا راه انتصار كبير من انكشفت هذه المؤامرة الخبيثة اللي العدو المغربي ما يضم المناصرين له عن طريق يعني حق، وإنما يضمهم عن طريق رشاوي، يضمهم عن طريق الرشوة والخبث. هذا هو اللي عدى العدو المغربي. ونقول للصحراويين عنكم تستقلوا هذه الفضيحة. راهم ممسوسة لا انتوما، وراهي لمشات يعني مرت مرور الكرام، راهو الباقي في الغبار لا مولاها. يا الصحراويين تحركوا في ذي القضية، تحركوا في ذي المؤامرة الخبيثة، تحركوا في هذه المؤامرة الخبيثة. يا الصحراويين، يا النشطاء، يا جالياتنا في أوروبا، زلزلي عليهم مواقع التواصل وطلعوهم للمحكمة. هذا المعدل في حق الشعب الصحراوي من رشوة ومن تزوير ومن بهتان لابد يظهر للعالم. وراهم ذي فيديوهات اللي انتشروا في وسائل التواصل، ولا صفحة مغربية تكلمت عنهم، يحاولوا عنهم يعتموا عليهم ويحاولوا عنها تمشي. هذه تمشي خبطة راهي فيكم انتم الصحراويين. هذو الجبناء، هذو المخادعين، هذو قليل الشرف، لابد تفضحوهم. طلعوهم للمحاكم. كل عارفين اساميهم كاملين، طلعوهم للمحاكم، ظهروا حقيقتهم، سلطوا الضوء على هذه القضية، لا تخلوها تمشي. يا المواطنين الصحراويين ويا المدونين، لابد تعدلوا شيء في ذا الموضوع، لأنه موضوع مهم وفضيحة كبيرة تهمنا كاملين، وانتصار. احنا نعتبروها انتصارنا وتفقرشوا مع هذا الموضوع. أنا أنه العدو المغربي ضريق الله لا يفضل، هو اللي ماشي في التبهديد، هو اللي من عند رئيسه العلماء اللي فضح العالم كامل، فضح المسلمين، ومن عند مليكهم سكران في فرنسا، شوارع فرنسا لبس تجيل، لبس شاب، وباقي كيف اللي يشير شاك عنه لا يتخفى، وتقابضوا مع كرة القدم شاكين عنهم لهي يجلبوا تضامن الشعوب فطنت لكم، فطنت لسحوركم، وفطنت لشقايلكم وعمايلكم. واخر شيء ضريك الرشوة، اخر شيء الرشوة يا المقاربة يا الجبناء. لابد تتفقرشوا كاملين صحراويين، سلطوا الضوء على هذه الفضيحة الكبيرة اللي جابها لكم مولانا، واللي بغى مولانا اختلفوا هما، وبغى مولانا يفضحهم وصرح واحد منهم
منين اختلفوا على المبلغ ولا ذاك اختلفوا عليه بعد احنا المهم بعد عن الروايه انكشفت وتوف. المهم عن الروايه بعد انكشفت لان مداخله معاهم مخابرات خطيره الين انكشفت ذيك الروايات كامله. اول لعبوا على ظهر الشعب الصحراوي ما هو سهل لانه على حق. الشعب الصحراوي ما هو سهل لانه على حق لا تنكشفوا انتوما وينكشفوا الاعداء كاملين، اعداء الله واعداء المسلمين. اي والله متقابضين مع ترشو. مولانا فوق الرشوه وفوق كل شيء. بغى مولانا يكشفكم وراه كشفكم على ذي الرشوه الكبيره اللي راشين باش تتموا مستقلين هذا الشعب واستعماركم اللي ما هو قانوني اللي يوضعكم ان شاء الله. هذا الموضوع لابد قبالت خلق موضوع ثاني، وهو تكلمت لكم عن الشق الاول وهي هذه الفضيحه. هاي الفضيحه اللي هزت البرلمان الاوروبي، هزته. لا يطالبوا بالمحكمه. إيه لا اضحك حتى لا تطالبوا بالمحكمه. انتم كاملين عايشين لا بالرشوه، عايشين لا بالحرام. يعملوا فيكم النعممين، يعملوا فيكم ذاك الحرام. جاني خبر مولي ضريك عن الامهات المغربيات دايرين وقفات احتجاج لان ما جبروا اخبار عن اولادهم. ونقول لكم انا يا المغربيات ونقولها لكم قدام العالم كامل، اولادكم استشهد الله مشاو ماتوا، ما هو شهداء. اولادكم جاحدتهم الحكومه المغربيه عنكم، اولادكم ماتوا، اولادكم ماتوا. رعام جانا خبر ريك عن الامهات المغربيات دارين احتجاج امام القصر الملكي. ما هو نافعكم، اولادكم ماتوا، قتلهم الجيش الصحراوي. اولادكم ماتوا جاحدين الحرب ومتكتمين عليها. نقول لكم انا يا الامهات المغربيات اولادكم ماتوا. وهذيك المملكه اولادها راهم في القصر يتمتعوا بالخيرات ويتمتعوا بالرفاهيه وشي في الخارج، واولادكم يا المواطنات المغربيات ماتوا ما استشهدوا، ماتوا. وخاصكم تقوموا بثوره عارمه على هذه مملكه الذل والعار وتخرصوا اولادكم ومصيرهم اللي موقفينهم عند الربط باش يسكنوا لهم ذيك الحدود اللي ما هي حدودهم، حدود الصحراء الغربيه. اولادكم ماتوا يا المغربيات. تقابضوا مع عروسكم وذيك الوقفه ما يمزيالكم شيء، عدلوا شي ثاني اكبر منها وهجموا على المويليك راهو قاتل اولادكم. ايه يا المغربيات معدلات وقفه ضريك الامهات وتقابضوا مع اولادكم راهو جاحدهم. المهم عن الحرب مستمره والمقاتلين اللي يتم يقصفوكم على الشفيقات ويقتلوا فيكم وانتم تموا جاحدينها. والام المغربيه مسيكينه مغلوبه على امرها، ما هي عارفه ولدها منين ولا هي عارفه زوجها منين ولا هي عارفه معناها عنكم. تفقرشوا مع عروسكم يا المغربيات، اولادكم ماتوا في الحرب. تموا ساكتات فم والمويليك يتمتع في قصره وانتم ماتي اولادكم مشاو في الحرب. ويقول لك الحرب ما هي خالقه والحرب مشاو اولادكم. رايك الصلاه ديروا احتجاج، الاحتجاج ما تلمز الشيء، مشاو ولاد فرقوا اولادكم. للاسف ماشيين على ارض ما يردم، هذيك ارض الصحراء الغربيه ولاهلها واولادكم ماتوا. تموا فم دايرين احتجاج على ذاك المويليك. انا نبغيكم بعد قاع لا تقتلوه توفاوا منه. هذاك المويليك اللي قتلوه ما لا نافعكم شيء ومعيشكم في الجوع وخالين وذاريين بين اللي في الخليج وبين اللي سوق حماره يطلب الصدقه وبين اللي مشى طايح في عن طريق الهجره. ولا الله غالب وتوف شعب مغربي خاصكم تعدلوا ثوره كبيره وتوف. تمرقوا عنكم ذي المويليك، مرقوا عنكم ذي المويليك اللي تبوسوا ايديهم وانتم جيعانين وعطشانين وولادكم يفرقوا. او مشوا قسوا الامهات اللي دايرين احتجاج قدام. هذا خبر جاني درك، راهو خبر جاني درك عن الامهات المغربيات معدلين احتجاج
احتجاج أمام الخبر. وردنا الآن عائلات مغربية يحتجون منذ ساعات أمام مقر القيادة العسكرية المغربية بأكادير بسبب انقطاع الاتصال بأبنائهم والمجندين في حزام الذل والعار بقطاع المحبس، ولم يتلقوا أي إجابة حتى الساعة، والمستشفى العسكرية بأكادير ممتلئة من الجرحى. الله يزيدكم، اللهم زد وبارك يا رب. نعاود لكم الخبر، عاود لعل يعود حد ما سمعوا. وردنا الآن عائلات مغربية يحتجون منذ ساعات أمام مقر القيادة العسكرية المغربية بأكادير بسبب انقطاع الاتصال بأبنائهم والمجندين في حزام الذل والعار بقطاع المحبس، ولم يتلقوا أي إجابة حتى الساعة، والمستشفى العسكرية بأكادير ممتلئة بالجرحى والموتى. والله يزيدكم، اللهم زد وبارك يا رب. وما ضاع حق وراءه مطالب. معناها عنه يا الأمهات المغربيات، أولادكم يموتوا وانتماتي قاعدات ماكم معدلاتشي، كتلوا لمويليك ووفاو من أخباره وحروا روسكم وحروا أولادكم ومرقوا عن الصحراء الغربية، وخليكم من عاش الملك. عاش الملك وعاش الملك ما يمعيشتكم ولا يناقض أولادكم من الموت ولا يمعدل لكم شيء. فقشوا مع روسكم ومرقوا أرض الصحراء الغربية. أنا سوف أبقى في الخيام حتى يا هذا اللي تعلق. بالنسبة لي أنا اللي هنا بقي في الخيام إلى نحرر أرضي قال معزز ومكرم، ما نعبد ما هو الله سبحانه وتعالى. يا بواسي الليدين يا الجبناء، مصيركم ذاك هو، مصيركم ذاك هو. فضيحتكم فضيحتكم، الله لا يفضحنا إن شاء الله. فضيحتكم. فضيحتكم بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي الذي أكد انخراط 15 نائبا أوروبيا اعترف بعضهم بأنهم كانوا أطرافا من منظمة تستخدمها المخابرات في الرباط. القضية التي أثارت ضجة كبيرة في بروكسل أدت إلى اعتقال نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، حيث اعترف رفيقها فرانشيسكو جيورجي أمس الخميس للمحققين البلجيكيين أنه كان طرفا من منظمة يستخدمها المغرب لغرض التدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية. ووفقا لوثائق تمكنت صحيفة لوسوار البلجيكية والإيربوبليكا الإيطالية من الوصول إليها، فإن أنطونيو بانزيري وأندريا كوزولينو ومساعده فرانشيسكو جيورجي كانوا على اتصال بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق في المغرب ومع عبد الرحيم عتمون سفير المغرب في بولندا، بالإضافة إلى 2 من عملاء المخابرات المغربية. هي المغرب، هي ذي المؤامرات، هي ذي العيشة على حساب الشعب الصحراوي، هي ذا النفاق، هي ذا الكذب. الله ينعلكم إن شاء الله، الله ينعلكم يا جبناء، الله ينعلكم الله ينعلكم يا طغاة المغاربة، الله ينعلكم إن شاء الله. عود عنكم منعولين قاع. شو عليكم.